بسمة بنت عايشة مع أسرتها. في اليوم ده الأهل خرجوا، وهي اللي فضلت في الشقة لوحدها. ولما رجعوا أهلها لقوها مذبوحة. البنت الحلوة دي عندها 18 سنة، ملهاش أي خصومات ولا مخطوبة ولا تعرف حد. ولما فحصوا الباب والشباك لقوه اتفتح طبيعي، يعني هي فتحت للقاتل. مين اللي قتلها وإيه السبب؟ ده اللي احنا هنعرفه. الحاج حسين والد بسمة عنده ولد وسبع بنات، أصغرهم بسمة اللي هي مجني عليها النهاردة. الحاج حسين بيشتغل في التجارة، وكان عايش هو وأسرته في شقة بيأجرينها في بيت، وكان جيرانه في البيت دوت أخت مراته اللي عندها أولاد من دور ولاده، واللي كبروا مع بعض واللي بيعتبروا بعض إنهم إخوات. الحاج حسين التجارة اتوسعت معاه، وربنا كرمه من وسع، وقرر إن هو يسيب الشقة اللي بالإيجار ويشتري شقة ملك. وظهر له بيت فيه شقتين فاضيين، فقال إن هي مناسبة ليا ولولادي نقعد فيها براحتنا. الشقتين دول واحدة في الدور الأول والتانية في الدور الخامس. في الوقت ده ولاد خالد بسمة أحمد ومحمود ما كانوش نافعين في التعليم، وبدأ يشتغلوا في أي محل، وبدأ الناس تشتكي منهم ومن سلوكهم، عشان كده كان بيطردوهم من المحلات. الحاج حسين بقلبه الطيب اللي شاف ان احمد ومحمود متربيين مع ولاده وان هما زي ولاده بالظبط، جابهم يشتغلوا معاه في المحل. بس لاحظ ان هو فعلا الولاد دي ايديها طويله، عشان كده مشاهم المحل. احمد ومحمود الغل ملأ قلبهم على جوز خالتهم، وكمان عرفوا ان هو هيشتري حته ارض، فعرفوا ان هو اكيد معاه فلوس، والفلوس دي هتبقى في البيت. عشان كده قرروا ان هما ينتقموا من اللي عملوا فيهم بياخدوا الفلوس منه. احمد ومحمود كانوا مراقبين البيت كويس، وقدروا يعرفوا ان الحاج حسين هو اسرته كمان معزومين في مناسبه وهيتاخروا الليله دي بره البيت. اتفقوا مع واحد تالت على انهم يخشوا البيت ويسرقوا المبلغ الكبير اللي الحاج هيشتري بيه الارض. وكانوا عارفين ان البيت فاضي، فطالعين وقلبهم جامد على اول دور الشقه الاولانيه بتاعه الحاج. احمد حاول يفتحها، بس في اللحظه دي كانت في واحده نازله على السلم، الجاره اللي في الدور التالت. الست ما تعرفش ان دوت ابن خالد بسمة واخواتها، بس لما سألتهم قال له احنا بندور على شقة الحاج حسين. قالت له ده في الدور الخامس بس هم مش موجودين، ده هم خرجوا. أحمد كان معاه الآلة حادة وكان مستعد يطلعها لو هي شكت فيهم في حاجة، بس ستر ربنا إن الست نزلت على طول وما اهتمتش بيهم. واللي ما يعرفوش أحمد وأخوه إن بسمة ما خرجتش مع أهلها، وإن هي قاعدة في الشقة في الدور الخامس. ولما طلعوا على الدور الخامس وبدأ يفتحوا باب الشقة، بسمة حست إن حد على الباب. فتحت الباب، فعملوا نفسهم ان هم لسه هيخبطوا على الباب. بسمة بكل طيبه رحبت بولاد خالتها ودخلتهم وعملت لهم الواجب. وبس هم لما دخلت جوه بدأ يفتشوا في الشقه على بسيط كده، ولما طلعت ما خدتش بالها من تفتيشهم اللي في الشقه. احمد في اللحظه دي وهو بيتكلم مع بنت خالته طلع آلة حادة وحطها على رقبتها وبدأ يهددها، والبنت مرعوبه ومذعوره، وبيقول لها فلوس ابوكي فين؟ وكلم شريكهم التالت عشان يطلع يدور معاهم على الفلوس. بس ما لقيتش حاجه تعملها غير انها تتكلم، وقالت لهم الفلوس بابا شايلها في الدور الاولاني. احمد قال لمحمود وشريكهم انزلوا دوروا على الفلوس وانا قاعد معاها هنا، ولو في اي حاجه حصلت هخلص عليها. احمد صدق كلام بسمه وقال لهم روحوا دوروا في الشقه اللي في الدور الاول. اتاري بسمه كانت بتضيع وقت، يمكن اهلها يجي يلحقوها. ولما نزلوا يدوروا وما لقوش حاجه، احمد عرف ان هي بتلعب بيهم، وهنا قرر في اللحظه دي انه يقتلها عشان ما تبلغش عنهم. وبالآلة الحادة اللي كانت معاه احمد فصل رقبه بسمه، وعشان منظرها كان فظيع جابوا شكارة وحطوها على وشها وبدأوا تفتيش في البيت، بس برضه ما لقوش حاجة. وخرجوا من البيت وتخلصوا من سلاح الجريمة وقالوا الموضوع انتهى على كده. وكانت التهمة هتلبس في أخو بسمة عبد الله اللي رجع أول واحد البيت ولقى أخته مفصول رقبتها، وكلم أبوه قال له الحق بسمة اندبحت. الأب بلغ، ولما جت الشرطة لقوا الشقة الأبواب والشبابيك مقفولة ومفيش أي حاجة فيها عنف، يعني البنت تعرف القاتل كويس جدا. وكان الشك في عبد الله إن هو اللي قتل أخته، وصدر قرار بحبس عبد الله لأنه آخر واحد كان مع المتهمة قبل وفاتها. ده هما شكوهم في كده. وبدأت الشرطة في التحريات وسماع الشهود عشان يأكدوا التهمة على عبد الله أو على غيره. وأخيرا ظهرت شهادة الشاهدة اللي في الدور الثالث، واللي قالت إن هي شافت شاب على الدور الأول كان بيحاول يدخل الشقة، وقالت مواصفات الشاب ده. الحاج حسين اللي محتار بين بنته اللي ضاعت وابنه اللي هيضيع عايز يعرف مين اللي عمل كده، وعرف ان الست بتشهد شهادة حق وبتقول مواصفات. قدر هو يتعرف على مين الوصف ده، وقال لهم ان الوصف دوت على ابن خالد بسمة اللي اسمه احمد. واتقبض على احمد اللي كان بيتبرجل هما بيسألوه، وكلامه كله متناقض مع بعضه، وقدروا يعرفوا منه الحقيقة وان هو اللي قتل. وكان معاهم شريك تالت، وقدروا يقبضوا على شريك التالت اللي كان هربان في مرسى مطروح. ام بسمه ما كانتش مصدقه ان احمد ومحمود اللي مربياهم زي اولادها هم اللي يعملوا كده ببسمه، وما صدقتش الا لما مثلوا جريمه فعلا وتاكدت ان هم اللي عملوها.
وصدر الحكم بالإعدام على أحمد اللي ارتكب جريمة القتل، وبالسجن للاتنين اللي كانوا معاه، أحمد أخوه وشريكهم التالت. والعبرة من القضية دي إن البنت ما تفتحش بابها لأي حد حتى لو دخلتها طالما هي لوحدها، لأن مفيش أمان لحد، واتقي شر من أحسنت إليه. وقبل ما أقول لك سلام عليكم، لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو، وأشوفك في الفيديو القادم إن شاء الله. سلام عليكم.